كل حاجة في الشركة لازم تعدي عليا. ده طبيعي؟ سؤال حلو جدا. أكيد ده مش طبيعي. غالبا المشكلة مش في الشركة، المشكلة في إدارتك أو في طريقة تفكيرك. أنا هنا بتكلم عن مايند سيت. أنت المفروض تشتغل على الحتة دي، مهمة جدا. المشكلة مش إن أنت عامل نظام أو إن أنت شخص حابب إن كل شيء يعدي عليك. أنت بالظبط عودت الشركة إن أنت بالظبط قاعد على باب الشركة. أي حد داخل أي حد خارج لازم يقول لك الأول. انت متخيل الشركه كلها بتتعامل معاك كده؟ طب لو بكره الصبح حضرتك مش موجود، انا متفاهم تماما لو انت شركه صغيره فكلامي هيكون مختلف. لو انت شركه صغيره وكل حاجه بتعدي عليك فانت غالبا ستارت اب. انت انتربرينور، رائد اعمال موافقك. ممكن يكون الكلام ده في اول 6 او 7 شهور او سنه ماكسيموم لحد ما تقدر تبني الشركه. لكن لو حضرتك فاميلي بيزنس، انا هنا بتكلم على الجيل التاني او التالت او شركه قائمه بالفعل ولسه عندك الفكر ده ان شركتك ممكن تقف في اي وقت، وغالبا أولادك أو أحفادك مش هيكملوا بيها. الحل الوحيد إن حضرتك لازم تبدأ الأول قبل ما تعمل structure هيكل أو governance تشوف الرقابة والدنيا إزاي هتمشي. إن أنت تجيب حد من بره الشركة consultant advisor، مستشار يعني. الشخص ده يشتغل معاك يفهم الناس اللي موجودة، مين اللي ينفع يكمل ومين اللي مش هينفع. والحاجة الأهم إن أي تغيير يحصل بشكل gradually، بشكل واحدة واحدة، عشان ما يبقاش فيه تشينج أو تغيير كامل. نمرة 3 إن أنت تبدأ تشتغل على الإحلال والتبديل. نبدأ نخش بقى نشوف الناس، مين اللي هيتماشى مع الكالتشر أو الثقافة بتاعتنا اللي جاية، مين اللي هيقعد مين اللي هيمشي. دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي الدنيا عندك تكمل.